سد الخراب الأثيوبي، سد النهضة، اللي الولايات المتحدة الأمريكية مولته في السر، اللي الصهاينة والأمريكان جهزوه قنبلة علشان تدمر الدولة المصرية. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبي أحمد زهقنا معاه كتير في المفاوضات. يا جماعة عاوزين مفاوضات، يا جماعة عاوزين الأمور تمشي بسلمية بين مصر والسودان وإثيوبيا. السودان شوية مع مصر، ومعظم الأحيان يقول لك إحنا مع أخت بلادي، إحنا مع إثيوبيا، إثيوبيا أخت بلادي، لحد ما الجماعة في إثيوبيا ملوا بحيرة السد. وبعد ما ملوا بحيرة السد جه الفيضان غرق البحيرة، اضطر ان هم يفتحوا بحيرات السد وبوابات السد كاملة، والمية طلعت من البوابات ومن فوق السد دمرت السودان تماما. ولولا عناية الله والإرادة الحكيمة للدولة المصرية ان هم قدروا يستغلوا المياه اللي تدفقت من اثيوبيا للسودان بكميات كبيره، الدوله المصريه كانت جاهزه لها. قدرت ان هي تفتح مفيض توشكا، وقدرت ان هي يعني تغذي النهر الجديد في الصحراء الغربيه. الكل لازم يضرب تعظيم سلام للدوله المصريه، الكل لازم يحترم الدولة المصرية وقيادات الدولة المصرية. بمزاجك غصب عنك لازم تحترم القيادة الحكيمة. الناس دول أنقذوا مصر، أنقذوا الدولة المصرية من دمار محقق كان هيقضي على كتير من القرى والمحافظات في مصر. لكن عناية الله، وإذا لاحظتك العناية كلها نم فالمخاوف كلهن أمان. يا عالم الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة الحكيمة للدولة المصرية، بينهم وبين ربنا عمار. ماذا بينك وبين الله يا سيسي؟ كل الأزمات بتتقلب على طول لمفاجآت، لحقائق، لانتصارات للدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم كله إن تفكيره كان سابق بمراحل، تفكيره كان سابق بمراحل. الراجل استلم الدولة المصرية، يعني قال لك ايه؟ نبطن الترع ونوسع الانهار ونخلي الدنيا تمشي علشان تستوعب العديد والكثير من المياه. كان عامل حساب الخبطة ديت، كان عامل حساب المرحلة ديت، كان عامل حساب المصيبة ديت. واحنا كلنا ملبوخين في مصر العيش واللحمة والبنزين والجاز، وكلنا مشغولين بالحياة المعيشية لينا. ويقول لك الدولة والدولة والدولة. الدولة هتعمل لك ايه؟ الدولة بتتحارب من جميع الاتجاهات، الدولة بتتحارب من جميع الاتجاهات. يا عالم اتقوا الله في مصر وفي رئيس مصر وفي الإدارة الحكيمة اللي بتقود الدولة المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ هيقابلها منين ولا منين ولا منين؟ من سد النهضة ولا من غزة ولا من ليبيا ولا من حاملة الطائرات اللي وصلت على الحدود المصرية الإسرائيلية في البحر المتوسط؟ يا عالم مصر بتتعرض لضغوط كبيرة جدا في المرحلة الحالية. إسرائيل والصهاينة والأمريكان الكل بيضغط على الدولة المصرية، مش عاوز الدولة المصرية تنمو وتزدهر. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في غفلة من الزمن قدر يلبسهم كلهم العمة. أبي أحمد قال له املى السد براحتك، أنا هجهز عندي، إما تفتح هاخد المياه اللي عندك دي كلها وهزرع بيها الصحراء الغربية، هزرع 3 مليون فدان، وانت اقعد ابني في السد وما انتش مولد كهرباء نهائيا من سد الخراب الإثيوبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أزعج الصهاينة والأمريكان بالتسليح الجيد للقوات المسلحة المصرية، عمل تنوع كبير من السلاح، وده أزعج الصهاينة والأمريكان. حتى النهاردة
الكل بيضغط عليه بعملية التهجير، لكن الرئيس لا يبالي، الرئيس لا يخشى أحد، الرئيس لا يخاف من أحد إلا رب العباد الواحد الأحد. حتى كل الصحف العالمية وكل وكالات الأنباء بيسألوا سؤال بديهي: إيه سر قوة عبد الفتاح السيسي؟ الراجل ده متمسك واقف على أرض صلبة، السر في إيه؟ وإحنا كمصريين السر إن الراجل ده بينه وبين ربنا عمار. الراجل ده قدر إن هو يسلح الجيش المصري بتوفيق من رب العالمين. الراجل ده قدر يجهز القوات المسلحة المصرية إن إحنا نحارب في الأربع جبهات بعون الله. القوات المسلحة المصرية قادرة إن هي تحارب في الجنوب، وقادرة في نفس الوقت مع الصهاينة، وفي نفس الوقت على الحدود الغربية مع ليبيا، وفي نفس الوقت على السواحل الشمالية. وما هي دي أم الدنيا، هي دي بلادي اللي كلنا بنفتخر بيها، وكلنا لازم يعني نفتخر ونقول: لو لم أكن مصريا ما تمنيت إلا أن أكون مصريا. تحيا مصر السيسي، تحيا مصر بأولادها المخلصين.